بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله حنعمل مع بعض الكفتة بالطريقة السودانية، الكفتة المحمرة بالصلصة، وان شاء الله يا رب تعجبكم. المكونات اللي انا حاضيفها اليوم ممكن تحطوها هي نفسها، وممكن تنقصوا منها او ممكن تزيدوا عليها، الخيار راجع عليكم، بس انا هعمل معاكم طريقة انا مجرباها ولذيذة شديد. طيب بسم الله نبدأ الخطوات. عندنا تقريبا كيلو لحمة مفروم، ننزل عليه شوية هبهان مسحون وملح. عارفين طبعا اي لحمة حمراء بتحتاج للهبهان المسحون، بيزكيها وبيخلي طعمها لذيذ. فلفل مسحون، شوية بهارات مشكلة، مفروض تكون كزبرة مسحونة بس، ولكن انا ما عندي الكزبرة المسحونة فاستبدلتها بشوية بهارات مسحونة. شوية بهارات مشكلة، يا ريت انتوا تحطوا كزبرة مسحونة بس بتطلع احلى. توم مبشور او توم مدقوق يعني. بصل مبشور، كزبرة خضراء محشوشة ناعم، وفي ناس كتير بيخطوا الشبت او الشمار الاخضر، ولكن نكهته قوية شديد، وبتكون هي بتاخد كل الطعم، بيطلع نكهة الشمار اكتر. عشان كده انا استبدلته بالكزبرة الخضراء. ونص كوباية زيت او ربع كوباية زيت. الناس اللي بيحبوا الشبت ممكن يحطوا حاجة قليلة شديد لانه نكهته قوية. وبيضة واحدة. ونعجن الكلام ده كله مع بعض. الناس اللي عندهم مشكلة او حساسية مع البيض، البيضة دي طعمها ما بيظهر نهائي ولا ريحتها، بس هي بتخلي لك اللحمة متماسكة جدا وما ممكن تتفكك معاك ولا في الزيت ولا في الصلصة. طيب كده خلاص عجننا اللحمة كلها مع المكونات تمام. نعملها شكل اصابع او شكل كرات، الشكل اللي انتوا عايزينه. انا هعملها بالطريقة التقليدية المعروفة، شكل اصابع عادية. شايفين؟ وفي زيت على نار متوسطة، في طاوة عادية طبعا، زيت على نار متوسطة، بننزل اصابع الكفتة. وعلى بال ما نخلص الكمية كلها في طاوة عادية او في حلة، بنخد شوية زيت، بننزل عليه 3 حبات قرنفل، وشوية هبهان حب، وشوية قرفة. نقلبهم شوية في الزيت. ننزل عليهم معجون الطماطم، ونقلب شوية كمان. عصير الطماطم او الطماطم المخلوط. بننزل عليهم شوية موية عشان تسوي لنا عصير الطماطم ومعجون الطماطم، عشان يستوي بنكب عليهم شوية موية. ورشة الملح او رشة ملح. والماجي في المرحلة دي اختياري طبعا، انا ما خدت ماجي، انتوا لو حابين خدتوا اي نوع ماجي عندكم. وعلى نار متوسطة وبنغطي عليها. وهنا خلاص حمرنا كل الكمية زي ما شايفين، متماسكة جدا وما ممكن ابدا تتفتفت في الزيت ولا تتفكك ولا يحصل لها اي حاجة. شايفين كل قطعة متماسكة تماما زي ما واضح قدامكم، ولا مكسرة ولا مهروسة ولا على اي حاجة. طيب هنا الصلصة خلاص قربت تستوي. شايفين خلاص طلعت الوش وباقي لها شوية تستوي. والكفتة كمان اخذت نص سوا في الزيت. في المرحلة طوالي بننزل عليها الكفتة اللي حمرناها.
وأول ما تبدأ تغلي معانا بنخليها على نار هادئة خالص عشان تكمل سواها على الأخير وعلى راحتها. وهنا خلاص استوت معانا الكفتة على الآخر وكملت الموية كلها وطلعت الوش. وزي ما شايفين كاملة القطع زي ما هي، ما دابت في الصلصة ولا تكسرت في التحمير. شايفين الوش طبعا. دايما الإضاءة خذلانية يا جماعة، ولكن اللون أحمر وجميل. جربوها الخطوات دي وهتكتشفوا النتيجة براكم. حاجة حلوة شديد ومتماسكة وما بتتكسر خالص. شايفين الوش. لو أول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك إذا عجبكم المحتوى، وبالعافية علينا وعليكم.